الفطير المشلتت الفلاحي من غير تعب أو مجهود، ولو صحتك على قدك زي حالاتي هخليكي مرة أو مرتين في الأسبوع هتعمليه، ولو لسه مبتدئة هخليكي تبقي أستاذة فيه. وطريقة عجن مفيش أسهل منها، ولو بتخافي تعمليه علشان بيتقطع منك هنعمله من غير فرد ولا توريه. من كيلو واحد من الدقيق هخليكي تعملي كمية تكفي كل أفراد أسرتها. الطريقة دي بقى إهداء لكل أمهاتنا الغاليين، عملتها مخصوص علشان خاطر أريحهم، وخصوصا بقى إن أنا ظروف الصحية ما تسمحش إن أعمل فطير. بس بالطريقة دي لو حبيتي تقدري تعمليه مرتين على الأقل في الأسبوع. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير من مطبخ ياسمين جنيد، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركولي في القناة. أول حاجة زي ما عودنا المشاهدين هنسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. في كوباية كبيرة أو طاسة هضيف معلقتين كبار من السكر، ونص معلقة كبيرة من الملح أو معلقة صغيرة، و3 كوبايات من المية، مية عادية خالص من الحنفية من غير ما احتاج ان ادفيها ولا حاجة. وبالمعلقة وادوب الملح والسكر كويس مع المية. وهنبدأ بال3 كوبايات دول بس، ونشوف العجينة هتحتاج معانا قد ايه من المية. ومقاديرنا هتكون على قد كيلو من الدقيق، ويفضل بقى ان ندخل الدقيق في الاول كده علشان اتأكد من نظافته. خدت بقى حوالي كوباية من الدقيق ونخلتها كده واتأكدت ان الدقيق حلو معايا. هضيف كمان كوباية من دقيق القمح العلامة الأول، القمح اللي احنا بنطحنه في البيت، وهقول لكم على فايدته واحنا شغالين. قلبت بقى دقيق القمح مع الدقيق الأبيض، وبعد كده بقى هنزل بكمية المية وأقلب، أنزل بيها شوية بشوية مع التقليب المستمر من غير ما أعجن فيها. أنا يدوبك بس هتوه الدقيق مع المية. عايزة قوام العجينة يكون نسيج كل واحد، يدوبك بس الدقيق متغلب بالمية، وأقلب لحد ما بنتهي من صب كمية المية كلها. ولحد دلوقتي أنا معجنتش فيها، أنا يدوبك بس بقلب الدقيق مع المية. وطبعا كمية المية مش مقدار كافي للكيلو دقيق، هخلي بقى كوباية من المية جنب كده على جنب لما أشوف العجينة هتحتاج معايا قد إيه من المية. يبقى أنا في الأول ضفت 3 كوبايات من المية، والكوباية الرابعة ما خدتش غير نصها بس. وهركن نص الكوباية التاني على جنب وأقلب وأشوف العجينة هتحتاج معايا كمان مية ولا لأ. قوام العجينة كده بقى كويس أوي. هركن بقى باقي كمية المية على جنب، وانضف ايديا كويس من العجين واسيب العجينة ترتاح شوية. يبقى انا كده محتاجتش غير 3 كوبايات ونص من المية. ولحد دلوقتي انا مبذلتش فيها مجهود، يدوبك بس توهت الدقيق مع المية، وريحت العجينة حوالي ربع ساعة، هي ارتاحت وانا كمان ارتحت. الفترة دي بقى اللي ارتاحت فيها العجينة بتخلي قوام العجينة يكون ناعم جدا زي الحريق، وكمان مش بتلزق في الايد. هبل بقى ايديا بحوالي نقطتين بس من الزيت والم بيهم العجين، وخلاص العجينة بتاعتنا كده بقت جاهز من غير تعب او مجهود، وعجننا العجينة مع بعض. واحب اقول لكم بقى ان العجين بتاع الفطير كل ما بنعجن فيه اكتر كل ما بننشط نسبة الجلوتين فيه، يعني بننشط نسبة العرق فيه. وتيجي تاكل الفطيرة تلاقيها مجلدة كده معاك ومش بتدوب في البق. يعني طريقة العجن اللي عجنا بيها الفطير هتريحنا، ومش كده وبس هتدي معانا نتيجة أفضل وأجمل. وعن مدة العجن بقى أنا ما خدتش فيها غير حوالي 10 دقايق من بعد ما ارتاح. هاخد العجينة على طول ومش هريحها في الوقت ده، هتقطعيها وتقسميها بالحجم اللي يناسبك. أنا هنا قسمتها ل4 فطرات، تقدري طبعا تعمليهم فطرتين بس، وتقدري تعمليهم أكتر من كده. بإيديا كده بقى والفها كورة واقفل عليها كده كويس، واحاول اخليهم كلهم كده حجم واحد، بمسحة بقى خفيفة خالص كده من الزيت، وهغلفها علشان وشها ما ينشفش. احاول اخلي الزيت على وشها من فوق وعلى القاعدة كده من تحت علشان ما تلزقش في قاع الصينية، واخلي بين كل واحدة والتانية فسح بالشكل ده علشان بعد ما ترتاح ما يلزقوش في بعضها. بعد بقى ما بغلفهم كده بالزيت بكيس تلاجة كده بقى وهغطي وشهم، وهسيبهم بقى لما يرتاحوا حوالي ربع ساعة. وكل ما ريحت العجينة اكتر كل ما كانت سهلة معاكي في الفرد. وعلى ما العجينة بتاعتنا بقى ترتاح نحضر بقى مع بعض في المادة الدهنية. معايا هنا حوالي 100 جرام من الزبد،
هضيف لهم حوالي نص كوباية من السمنة السايح. تقدري تخليها زبدة بس وتقدري تخليها سمنة بس، وممكن تعمليها ميكس ما بين الزبدة والزيت أو السمنة والزيت. بس على قد ما تقدري نقلل في كمية الزيت علشان ما يخرجش من العجينة أثناء ما بنفرده عليها. هركنهم بقى على جنب ونطلع كده بقى قطعة من العجينة بعد ما ارتاح. على سطح العمل بقى اللي هتشتغل عليه، سواء كنت هتعملي على الرخامة أو على الصينية أو حتى كمان الطبلية، هتدي مسحة خفيفة خالص من الزيت، ونحاول ما نكترش في الزيت علشان العجينة ما تكشش معاكي أثناء ما انت بتفرديها. في الأول فردتها نص فردة كده بقى بإيدي، بعد كده بقى استخدمت المردان، وممكن تكمليها بإيديكي خالص طالما العجينة ارتاحت معاكي هتتفرد معاكي بكل سهولة. يعني كل ما ريحتيها أكتر كل ما هتريحك في فردها. بس أنا بصراحة بقى علشان تريحنا أكتر سيبتها أكتر من نص ساعة. وسمك العجينة بقى اللي هتفرديها بيه على قد ما تقدري هتفرديها. بس بصراحة الطريقة دي بقى ريحتني كتير، وزي ما هتريح كمان أمهاتنا الغاليين. بعد بقى ما فردتها كده كويس هديلها بقى طبقة من خليط السمنة والزبدة اللي حضرناها لها من قبل كده. أحاول أغلفها كلها بالمادة الدهنية علشان دي اللي هتدي معانا طبقة التوريه. بعد بقى ما اتأكدنا من دهنها كويس بالسكينة بقى أو بقطعة البيتزا، وهنقطعها بقى بالشكل ده. يعني هتقطعيها من الجنبين يكونوا الاتنين قصاد بعض، بس من غير ما توصل للنص، يعني بنقطع من الأطراف بس. وهطبق العجينة بقى بالطريقة اللي قدامكم دي، وتقدري تقطعيها تقسيمات أكتر من كده، يعني زي ما تحب تقدري تعمليها 5 كمان أو 6. كل ما زودت في عدد الشرط كل ما هتديكي طبقات توريق أكتر من كده. وبعدين بنطبق الأطراف على الجزء اللي في النص وبنسويها كويس، وبعدين باخدهم وبقلبهم على الجزء اللي في النص، وبكرر الحركة دي بقى لحد ما بوصل لآخرها. وعلى قد بقى ما الطريقة دي سهلة جدا وما بنحتاجش إننا نفرد ورقة ورقة ونرصهم فوق بعض، ومع ذلك هتطلع لنا فطيرة مورقة جدا وعدد طبقاتها كتير زي ما شفتوها في أول الفيديو. بعد ما خلصتها هركنها على جنب وهكمل باقي الفطير بنفس الطريقة. وكل اللي هنتهي من تحضيرها هغطيها بكيس تلاجة علشان وشها ما ينشفش. وعلشان العجينة ارتاحت قوي فردها بإيدينا بيكون سهل جدا، ومش هتحتاج انك تفرديها بمردنة ولا بنشابة ولا بأي حاجة خالص. وبين كل فطيرة والتانية بندهن الرخامة بمسحة خفيفة خالص من الزيت، بس بلاش الدقيق علشان ما يغيرش معاكي من قوام العجين وينشفها، وغير كده كمان بيمتص معاكي كمية من السمن. وعلى قد بقى ما العجينة بتاعتنا من غير تعب ولا مجهود وما بتحتاجش عجن كتير، على قد ما بتدينا نتيجة هايلة للفطير. ومش هتعرفي كده غير لما تعمليه بنفس الطريقة وتجربيه. وعمره ما هيكون ناشف معاكي أو مجلد أو معضم، بل بالعكس هيطلع معاكي الطبقة الخارجية من بره هتبقى ناشفة وفي نفس الوقت دايبة ومقرمشة، ومن جوه دايب جدا وطري. وسهل جدا بقى لو الأطفال الصغيرين أكلوا منه أو أمهاتنا الغاليين ربنا يحفظهم جميعا يا رب. ومش مهم خالص إننا نفرد طبقة سميكة من السمنة والزبدة فوق العجينة من فوق، قد ما مهم بقى إن انت تفرديها كويس فوق سطح العجينة، علشان طول ما هي مفرودة كويس فوق سطح العجينة كل ما ادتنا طبقات توريق أكتر ومش ملزقة ببعضها. ولو حابة بقى تزودي في الشرط أكتر كل ما هيديكي توريق ونتيجة أفضل. بعد بقى ما بنتهي من تحضيرهم بالشكل ده بسيبهم بقى يرتاحوا كمان مرة، وممكن تدخليهم التلاجة علشان وقت ما تيجي تفرديهم الزبدة ما تسحش وتخرج منه. بعد ربع ساعة بقى خرجتها من التلاجة وخدت قطعة بقى وفردتها كده على سطح العمل، ومن نفس خليط السمنة والزبدة اديتها كده دهنة خفيفة خالص. نحاول ما نكترش بس المهم اننا نفردها كويس كده فوق سطح العجين. بعد كده بقى بلفها على شكل ظرف واجمعها كده بقى على شكل دايرة، بس احاول اقفل عليها كويس. وبمجرد بقى ما بسيبها ترتاح هي بتقفل مع نفسها، يعني ما نقلقش خالص ان الزبدة تخرج منها. وبفردهم كلهم بنفس الطريقة، بديلها دهنة خفيفة من خليط السمنة والزبدة والمها كده كور لحد ما بنتهي من تحضيرهم. بعد كده بقى بغطيهم بكيس تلاجة واسيبها بقى ترتاح كمان مرة علشان وقت ما اجي افردها تتفرد معايا بكل سهولة. ولو محضراه من بدري ممكن بقى تسيبيه على نفس الخطوات دي وما تسويهوش غير وقت الغدا بالظبط.
ووقت بقى ما تيجي تسويه هتجيب الصينية تديلها مسحة من السمنة، وتفردي بقى فيها كده الفطيرة بالسمك اللي يناسبك، سواء كنت عايزاها تخينة أو رقيقة. ودهنت وشها بقى بسمنة زبدة فلاح، ممكن بقى تستبدليها بقشطة. وممكن لو متبقى معاكي من خليط السمنة والزبدة هتدهني وشها بيها. أنا بقى فردت أول فطيرة ودخلتها هي في الفرن. وبقول لكم كده بقى علشان ما تعملوش زي انت، هتمسكيهم كلهم كده تفردي الأربعة وبعدين تقعدي بقى وتسويهم. لأن أنا بقى بمجرد ما انتهيت من فرد التلات فطيرات كانت الفطيرة الأولى اتحرقت في الفرن. خرجتها بقى من الفرن وقعدت بقى كده جنب التلات فطيرات لما انتهيت من تسويته، علشان أحافظ بقى على الكمية الباقية. بقول لكم كده بقى علشان الغلطة اللي تحصل معايا ما تتكررش معاكم، وتعملوه أجمل مني أنا شخصيا. وهوريها لكم في آخر الفيديو. أنا هسويه في فرن الغاز، ولعت الفرن في الأول على درجة حرارة عالية، وبعد ما سخن هديت النار. ولو هتسويه في فرن البوتاجاز هتدخليه في الرف التاني من تحت، وأول ما تبدأ القاعدة تاخد لون هتفتحي لها الشواية وتهدي النار علشان ما تاخدش لون بسرعة معاك أو لون هيغمق. ولو لسه متابعين سمعونا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ودعوة حلوة من القلب إن ربنا يشفيني ويعافيني وأقدر أستمر وأقدم لكم كل جديد يا أجمل متابعين. ولو لسه فاكرين معايا كوباية دقيق القمح اللي ضفناها على الكيلو دقيق، أقول لكم بقى كده وإحنا بنسوي الفطير. أول حاجة هتدي طراوة للفطير ما حصلتش، وفي نفس الوقت دقيق القمح بيبقى طعمه مسكر كده شوية، يعني هتدي طعم كمان معايا للفطير. وفي نفس الوقت بقى بتفضل محافظة كده على طراوتها لتاني يوم، يعني تاني يوم الفطير وهو بايت هيكون أجمل وأجمل. فلنفرض بقى ما عندكيش دقيق القمح، هتستبدليها بكوباية عادية خالص من الدقيق. وما نخافش خالص إنه مش هيأثر في نتيجتها، لأن طريقة العجن اللي عجنا بيها الفطير هي نفسها هتخليه دايب معاكي وفي نفس الوقت لا ناشف ولا معض. شوية فطير اللهم بارك، كل اللي هيجربهم بالطريقة دي بقى ما ينساش يدعيلي. الطبقة اللي من بره هشة جدا ومقرمش، وفي نفس الوقت دايبة جدا وطري كده من قلبه ومش ناشف ولا معض. والطريقة دي بقى يحبوها الصغيرين قبل الكبار. جنب العسل بقى أو الجبنة بألف هنا على قلوبكم جميعا، وتعيشوا وتعملي لهم كل حاجة حلوة من إيدك يا ست الكل. طبعا بقى احنا كنا عاملين 4 فطرات، واللي قدامكم دول بقى 3 بس، وأنا مخبية الرابعة بس هوريها لكم برضه. هي أخدت تحميصة بس مش مشكلة بقى، مش هنرميها طبعا، أنا هخليها لي أنا بقى وهخلي الحلو للولاد. بس والله كان طعمها حلو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناة من على اليوتيوب. ولو أول مرة تشوفوني ده مطبخ ياسمين جنيد، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ولو في سؤال أو استفسار أنا تحت أمركم وبرد على كل تعليقاتكم. ولو في وصفة معينة عايزينها بطريقتي ابعتوا قوليلي في الكومنتات، وأنا تحت أمركم كلكم. سلام يا أجمل متابعين.